السلام عليكم يا حبايبي. طبعا من الصورة دي عرفنا ان احنا هنعمل بيتزا. اسهل بيتزا واسرع بيتزا ممكن تعملها. دي الجبنة الموتزاريلا بتاعتك، طماطم وفلفل وزيتون. عايزه اقول لكم مش لازم تحط لها لحوم، مش لازم تحط لها بقى حاجات والكلام ده ملح وفلفل اسمر. وعندي برطمان صلصة، هاخد منه معلقتين صلصة هنا وهمشي حالي حالي يمشي بصراحة كده. بصوا، سريعة ما شاء الله، جميلة جدا. هعمل ايه بقى؟ دي كده الصلصة بتاعتي. هعجن العجينة القمر دي. هعجنها ازاي بقى؟ دي مية دافية في الكوباية، وده كيس خميرة، وحطيت ذرة ملح وذرة سكر بس، ولا اكتر ولا اقل. هعجن بقى كده واحدة واحدة معاكم كده بالايه، بايدي كده. طبعا ده كان اقل من نص كيلو دقيق، او هو نص كيلو دقيق الا كام معلقة كده. دايما بخلي عندي حبة دقيق للطوارئ، اللي هي ممكن تطرى مني فجأة، فيكون عندي دقيق يعني. هنا كده بصوا، بحاول بقى ايه اعجنها كده لحد ما اخليها كده ملمسها زي الحرير. كانت ما شاء الله. بصوا هنا كده كنت لميتها. بصوا، بصوا هنا هتلاقوها فيها تلزيقة بسيطة. التلزيقة دي اللي هتخليها تفرد معاكي وهتبقى حتة تانية كده. انا هحطها مع قدامي على الرخامة، اخدمها. طبعا ايه، رخامتي مغسولة متصبنة وممسوحة بخل، لان دي نظافتك انتي. بصوا هنا كانت بتلزق زيادة عن اللزوم، علشان كانت يعني هجيب لها انا اكيد حبة دقيق، اكيد يعني مش فاكرة. بصوا، جبت لها كده حبة دقيق اللي هو انا بلمها، لقيتها بتلزق جدا، مش عارفة ليه التلزيق ده كله بصراحة. بصوا، بحاول بقى اظبطها من التلزيق اللي انا فيه ده. وكانت بقى بصوا هنا كده بدأت تلم نفسها، وبقت ايه عجينة مرنة كده حريرية بجد. واللهم بارك بقى، اللي انا اكتشفته ان ايدي هي اللي بتلزق عشان فيها عجين بيلزق، لكن بعد ما شلت ايدي وكده وجيت اجربها ما لقيتهاش بتلزق ولا حاجه. وغطيتها وسبتها تخمر، خمرت بالشكل القمر ده، تضاعفت حجمها. اعرف ان هي كده ايه خمرت. حبه دقيق، حبه زيت قصدي. دهنت الصينيه بتاعتي بالزيت. هرش فيها حبه دقيق سميد اللي هو دقيق البسبوسه، علشان خاطر الصينيه البيتزايه بتاعتي ما تلزقش في الصينيه ولا اي حاجه تاني بقى. احلى بيتزا كانت ما شاء الله. بصوا دهنت ايدي كده حبة زيت، علشان لقيت ان ايدي كده ايه برضو بتلزق، لاني انا عاملة العجينة طرية شوية عن المعتاد. هنا كده بقطع ايه العجين بتاعي. البيتزا بتاعتي بحبها رقيقة، ما تكونش كده محملة عجين وبتاع، لا بتكون رقيقة كده ومعبية حشو كده، لانها حشيها جبنة يعني. مش لازم بقى يعني يكون عندي لحمة او فراخ او جمبري او الحاجات دي، لا انا عاملاها جبنة عادية سهلة وبسيطة. دي الصينية بتاعتي كده. بصوا بحاول اوسع البيتزاية كده بايدي، هفردها. طبعا انا هفردها بقى قدامي على الرخامة احسن، لقيت ان الرخامة احسن بكتير من ان انا افردها على الصينية. بصوا كمان النشابة بتسرع معايا. اللهم بارك، اللهم بارك ما شاء الله. كانت ناجحة جدا، كانت تحفة جدا. كان طعمها جميل جدا جدا جدا. وبصراحة يعني من الحاجات اللي يعني لو هعملها في البيت كل يوم ما بزهقش من عمايلها، لاني احنا هنا بنحبها. عامة احنا بنحب كل المعجنات، بنحب التخن احنا. بص الرقة، بص الرقة بتاعت البيتزا بتاعتي عاملة ازاي. دي الصلصة بتاعتي. دي صلصة كان عندي صلصة معلبة جاهزة، حطيت عليها ملح وفلفل اسمر بس. هنا بقى كده قلت الفرشة اسرع بصراحة، وكانت يعني ايه مش هضايق نفسي بقى، لا انا عايزة الاسرع واخلص نفسي بنفسي. مبحبش اكتر صلصة كتير، هي بس تديها لون للعجينة وبس. بصوا كده اللهم بارك. كانت حكاية، هي اصلا بتتكلم عن نفسها. ولما بتيجي تعمليها في البيت بدلعها كده. حطيت كده حبة جبنة موتزاريلا كده منها للعجينة كده والصلصة. كانت، ده كانت وكانت بصراحة
الطماطم بتاعتي انا بحب اقطعها رقيق جدا. بصوا الرقه بتاعت الطماطم، بس كده تبقى رقيقه كده. الفلفل بتاعي قطع صغيره برضو، مش بحب اعمل اللي هي شرايح كبيره دي، لا. كل ما حاجه تبقى زغنطوطه كده بتاخد سواها، ما تبقاش بتقرش زياده عن اللزوم. هنا كده الزيتون بتاعي. بصوا، اسهل من كده يا جماعه بصراحه مفيش. اسهل من كده يعني مش ممكنه بصراحه. هنا كده بصوا الجبنه الموتزاريلا بكتر بقى كده، وبحبها كتير كده عشان تشد كده وتمط وتعمل حركات وقلق. على درجه حراره الفرن بتاعك على اعلى درجه حراره عندك. تاخدي بالك منها وايدك معاها لانها ما بتاخدش وقت خالص في الفرن. وبصي الدلع اللي جاي ده، بصي الدلع ده، ما شاء الله اللهم بارك. شكلها بيتكلم عنها، انا مش عايزه اتكلم عنها كتير. بصوا منظر البيتزا عامل ازاي، الله اكبر عليها، جميله. عايزه اقول لكم انتظروني في فيديو جديد و... ومع السلامه، وهتوحشوني كتير جدا لحد ما انزل.